ليه يعني المغاربه شجعوا السنغال؟ لعده اسباب. اول حاجه يا جماعه دي حريه شخصيه، شجع اللي انت عايز تشجعه، انت حر، ادي اول حاجه. ثاني حاجه تصريحات الكابتن حسام اللي بعد المباراه بتاعت بنين راح مزنبخنا وراح عند الجمهور وقال لهم كذا ماذا كان ماني، المفروض انت مالكش دعوه بالجمهور، انت ليك دعوه باللعيبه، ادي ثاني حاجه. ثالث حاجه بقى من الاسرار اللي ما حدش يعرفها، ان السنغال هي اكبر شريك اقتصادي للمغرب في افريقيا، دي واحده. اثنين، الاسلام دخل السنغال عن طريق بلاد المغرب العربي. ثلاثه، طريق التجاره كانت قديما لابد ان تمر بالسنغال. أربعة، في زيجات وعلاقات ومصاهرة قديمة جدا من مئات السنين ما بين المغرب والسنغال. خمسة، طرق الصوفية اللي هي الطريقة التيجانية والطريقة المريدية أو الطريقة القادرية اللي انطلقت من المغرب وتأسست في السنغال. ستة، وجود طلاب كثر جدا يدرسون في المغرب، وخاصة كانوا يدرسون قديما فين؟ في جامعة القرويين. كل دي أسباب عملت علاقة وطيدة جدا ما بين المغرب والسنغال، فإحنا ما نستغربش إن المغرب كانت بتشجع السنغال، وربما احنا اللي دفعناهم ان هم يشجعوا السنغال. يعني لو كابتن حسام ما كانش راح عند اللعيبه عند الجمهور واستفزه وقال له كذا ماذا ومش عارف، ما كانت الامور كانت ماشيه زي الحلاوه وكانت ماشيه زي الفل. انما كابتن حسحس هو السبب في زنبقتنا، السبب في خيبتنا، السبب في ان الجمهور انقلب علينا. في النهايه يا جماعه دي حريه، يعني اسمها كاس الامم الافريقيه، شجع يا سيدي ان شاء الله تشجع موزمبيق وتزنبقك كمان، احنا ما عندناش مشكله، شجع اللي انت عايزه، يبقى ما نتمحكش في الجمهور ونقول ان الجمهور هو السبب اللي خلانا مش عارفين، الجمهور كله كان ضدنا. طب ما انت يا سيدي عندك نيجيريا لعبه وسط اكتر من 60,000 متفرج في الملعب مولاي عبد الله، ومع ذلك نيجيريا وصلت لضربات الجزاء وما اهتزتش بالجمهور ولا حاجه، ده بالعكس ده ممكن الجمهور يكون ضغط عليك انت. ايه بقى قصه السبب ان المغرب شجع السنغال؟ يا سيدي حريه شخصيه، انت حر، شجع اللي انت، احنا كاتبين كونترا، كاتبين عقد مع بعضينا ان احنا هم يشجعونا واحنا نشجعهم، احنا هم حرين يشجع اللي هو عايزه، يبقى ما نتمحكش في الجمهور ونقول الجمهور هو السبب، لان الجمهور ما نزلش الملعب ولعب كوره وهو اللي حط الخطه وهو اللي تسبب في الزنبقه بتاعتنا. خلصت الحدوته. اكتب لي رايك في التعليقات وصلي على الحبيب، ومبروك للسنغال، وان شاء الله نشوف نهائي رائع جدا ما بين المغرب والسنغال، ومدد يا رب وايه وشكرا.